الله الرحمن الرحيم. معاكم النهارده روان حسين، مي عبد اللطيف. احنا النهارده عاملين قافله طبيه في محافظه كفر الشيخ قريه جمجمون بالاشتراك مع رساله سوق. القافله شامله جميع التخصصات، في باطن واطفال وعظام وامراض نساء، وفي انف واذن وسماعات، وفي اطراف صناعيه. انتوا دلوقتي هنشوف اراء المتطوعين والاطباء والحالات في قافله. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن تعرف حضرتك؟ علي الفني اجهزه تعويضيه، علي عادل حسن كريم. جمعيه ايه؟ رساله اسكندريه. طب حضرتك ممكن تشرح لنا الاجراءات اللي بتتم اثناء تركيب الاطراف؟ هو حضرتك المريض بيجي تعمل له بعد ما بيتعمل البيشن البتر، بيحصل بعد الجراحه بيتم ربط الجهاز للمريض، بيقعد فتره لحد البتر ما بيضمر، بيحصل فيه عمليه ضمور. بعد عمليه الضمور دي يبدا يترفع له مقاس الطرف. زي ما حضرتك شايفه المقاس لازم يتاخد بعد العمليه بفتره، يعني لازم بتر المريض ياخد راحته وفي نفس الوقت يخس. ما ينفعش يتاخد المقاس وهو بتر المريض على طول، لازم الفتره. تركيب الاطراف ممكن ان هو يرجع طبيعي عادي، يتحرك ويجري زينا وكده؟ يرجع للسن بتاع المريض واللياقه بتاعت المريض نفسها، وفي نفس الوقت احنا بنعمل حاجه بتعوض، مش بنعمل حاجه يعني بنعمل حاجه بتعوض. طب في كشوفات او فحوصات اشاعات بتطلب منه يعني قبل ما يتركب له الاطراف؟ هو طالما المريض عامل عمليه مفيش فيها مشكله، واحنا بنيجي بنبص على شكل البتر وبنبص على منظر البتر نفسه، مفيش فيه مشكله. لو في حاجه شاذه لازم يرجع للدكتور الجراح تاني، او انا اتعامل مع الجراح، اكلم الجراح اعرف منه القصه ايه بالظبط. شكرا حضرتك. جلال عبد الرب ابو خليفه. تبع ايه؟ البياض تبع دسوق. جاي رساله هنا عن نعم، جاي رساله هنا عن جاي عشان خاطر اعمل اطراف صناعيه لدراع. ايدك منين؟ اولا من مكنه ميه، من مكنه دراس ذره، مكنه كلتها يعني. ان شاء الله بعد ما تركب الطرف الصناعي ايه اللي نفسك تعمله؟ نفسي ان انا اشتغل، وعايز اعرف اجيب لقمه عيش اكلها. نفسي اعمل ايه يعني، مش عارف وقت اشتغل. دي اللي انا عايز اعمله، عايز اعمل يعني اجيب لقمه عيش، ومعايا 3 اطفال صغيرين وامهم متوفيه، ولا عارفين يجروا عليها ولا بجري عليهم. انا اللي عايز اي حاجه اشتغل عشان اجيب لقمه ناكلها، هذا اللي انا عايزه. تامر سليمان النويش. جاي رساله عن طريق ايه؟ انا جاي تبع جمعيه رساله، ان شاء الله نعمل جهاز تعويض. ركبت اطراف قبل كده؟ ركبت بس من سنه تقريبا. طب انت ايه اول حاجه ناوي تعملها ان شاء الله بعد ما تركب الطرف؟ انا ان شاء الله بس امشي كويس كده واروح اصلي بقى بالجهاز عشان جامد. مش حاسس ان يعني انت بتتحرك حلو فيه كويس؟ لا يعني كنت مركب جهاز قبل ده، بس ما كنتش بعرف اقف بيه اصلا، مش همشي. في مشاكل بتقابلك فيه؟ ده هو مع الايام بيوسع شويه، بس يعني بروح اضيقه، بس ما بيبقاش برضو زي ما كان الاول. يعني يوم اول ما جبته ما كنتش حاسس اصلا بتعب خالص، بس دلوقتي يعني وسع على رجليا وعايز اغير. بس ايه سبب البتر؟ انا كنت من القطر. مشكورة. مهندس بيتر ماهر، اخصائي سمعيات في شركه امبليفون الشرق الاوسط، تابع لجمعيه رساله اسكندريه. يا دكتور، ايه الاجراءات اللي بتتم اثناء كشف عن المرضى وكده؟ هو المريض بيجي لي في الاول بيحس يا اما بوجع في الودان او تقل في السمع. ففي دكتور انف واذن برضه عشان التخصص انا مهندس سمعيات، فانا الجزء بتاع اللي هو تقل في السمع بنعمل له زي ما الحاله كده قدامي حاجه اسمها رسم العصب السمعي، ومن خلالها بقدر احدد ان كان محتاج سماعه او لا. يعني مثلا الحاله اللي قدامي لسه عاملها رسم سمع، لو طلع عندها نسبه او فقد في العصب السمعي فبرشدها النصيحه ليها انها تاخد سماعه. يعني الفحوصات دي الفحوصات المبادئ، طبعا مبادئ الاولويه اللي بتطلب، مش اي حد يجي يقول لي انا عايز سماعه. بناء على حسب رسم السمع اللي انا هعمله دلوقتي، بناء عليه لو في عنده نسبه من الضعف في العصب السمعي فبيضطر انه ياخد سماعه. طب هو بيرجع عادي بيسمع طبيعي كده؟ السماعه عامله زي النضاره بالظبط، واحد بس موضوع السماعات الاوير او الدعايه او التوعيه غير كافيه زي النضارات. النضارات بالظبط الواحد عينيه بالزغل مش بيشوف كويس، فالدكتور بيلجا لدكتور بصريات، دكتور بيقول له البس نضاره، فمن خلال النضاره اشوف بيها كويس وحافظ على مستوى النظر انه ما يقلش. السماعه بتعمل برضو نفس الفايدتين دول، هو بيسمع بيها كويس جدا زي الودن الطبيعيه، بتعادل مستوى ضعف السمع، زائد انها بتحافظ على مستوى السمع انه ما يقلش تاني، ودي تهمني قوي. طب بتنصحهم الفتره اللي ممكن يجوا لك فيهم عشان لو سمعت محتاجه حاجه او كده؟ ما في بعد لما يستلموا السماعات في حاجه اسمها متابعه دوريه، مش مجرد خد السماعه. كل قد ايه؟ كل شهر ونص بالكتير لازم يجي يقول لي مثلا انا ماشي في الشارع بشتكي من الحاجه الفلانيه، صوت التاكسي عالي في التلفزيون وانا قاعد. من خلال برضو رسم السمع بقدر اظبطها له مره ثانيه من خلال ايه. تنصحوا بايه؟
بنصحه ان هو ما يقعدش بقى، اللي عنده ضعف في السمع ما يقعدش كتير وسط. يعني في واحد بيجي لي يقول لي مثلا انا السنه اللي فاتت حسيت بالموضوع بتاع الطول، اساله انت شغال فيه؟ يقول لي مثلا شغال جنب موتور ميه، موتور حفر، آلة حفر. فالحاجات اللي هي برضو بنصح الساده المشاهدين برضو ان اي صوت عالي يبتعدوا عنه. ليه؟ لان الحاجات دي كلها بتؤدي لضعف العصب السمعي. بس بشكر حضرتك. امرك يا فندم. مرسي زكي مرسي، اخصائي تحاليل طبيه. ماشي. حضرتك ايه الاجراءات اللي بتتم اثناء اخذ العينات وكده؟ هو بالنسبه لعينات الدم يعني بناخد اسم المريض الاول، نتاكد من اسم المريض والمطلوب من انواع التحاليل، وبعد كده بنسحب له العينه. اذا كان عينه دم او عينه اي عينه غير الدم مثلا بول او كده، بيتكتب الاسم على الكونتينر او العبوه اللي هو يسحب فيها ياخد فيها العينه ويسلمها تاني. انت شايف في اي نقص، في اي اجهزه ناقصه محتاجه للمعمل؟ لا، هو بالنسبه للاجهزه الحمد لله يعني معظمها جاء تمام الحمد لله. يعتبر كمعمل متنقل، فدي حاجه كويسه. في هنا معمل تحاليل ايه؟ بالنسبه للتحاليل الموجوده عندنا، تحليل الحمل في الدم، وتحليل الانيميا، وتحليل السكر، وتحاليل وظائف الكلى ووظائف الكبد، وتحاليل فيروسات الكبد، وتحاليل الروماتيزم سواء النقرس او سرعه ترسب او ميكروب سبحي، تحاليل البول، معظم التحاليل اللي هي بتاعه التيفود او الفيتال، وتحاليل الصفرة. يعني حوالي مثلا كذا ايتم او كذا نوع من انواع التحاليل بتتم في المعمل في القافله. انا مشكورك. الله يكرمك، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومعاك احمد ابراهيم، مسؤول القافله الطبيه رساله فرع اسكندريه. النهارده مع قافله رقم 20 في كفر الشيخ بالتعاون مع رساله فرع دسوق، ومعانا استاذ سامح صحصاح، مسؤول العلاقات العامه بجمعيه رساله دسوق. حضرتك ايه رايك في القافله النهارده؟ بصراحه يعني هو جهد مشكور لجمعيه رساله الاسكندريه، ونتمنى له المزيد من هذا العمل، ويجعل الله القائمين على يجعل الله هذا العمل في موازين القائمين عليه. ونتمنى تكرار هذه العمليه، لان احنا عندنا البلد او من محافظه كفر الشيخ عامه فيها عدد كتير جدا من المعاقين. عندنا حصر حاليا حوالي 15,000 معاق على مستوى المحافظه. عندنا البلد المحافظه مصنفه الاولى عالميا في الفيروس سي وبي. بنحاول ان احنا نطبق حاليا منظومه مع مدير معهد الكبد لعلاج الحالات، اصعب الحالات او اشد الحالات فقرا في الفيروس سي وبي، وان شاء الله بالتعاون مع جمعيه الرساله ان شاء الله رب العالمين بامر الله. بالنسبه للاعاقات وكده، هل موضوع الاطراف الصناعيه دوت هل بيعمل شغل يعني كافي للبتاع؟ يعني هل شغل الاطراف ده مؤثر ولا مش مؤثر؟ والله هو الشغل مؤثر، ولكن وجود القافله في اماكن نائيه او اماكن بعيده عن المعاقين دي بتعوق الحركه او تعوق ان هم يوصلوا للاماكن نفسها. فانا عندي بعض الحالات موجوده في قرى او في مدن اخرى، عاوز ان انا انزل بالقافله في اماكن تانية معاهم ان شاء الله. نتمنى ان احنا نتواصل معاهم ان شاء الله في الفتره القادمه، ونعد هذه القافله في اكثر من مدينه ان شاء الله على الفتره القادمه، بحيث ان احنا نفيد كل المعاقين على مستوى المحافظه بامر الله. متشكرين جدا. حاجه محمد فضل، مسؤول امين صندوق جمعيه رساله فرع دسوق. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك يا فندم. والله انا سعيد جدا بهذا اللقاء المثمر، والله وربنا يتقبل. وانا يعني كم السعاده الغامره، وفعلا الرساله هي متعه العطاء والنماء والامل والبصمه الحياه للناس الفقراء. وزي ما قال اخويا سامح صحصاح ان احنا فعلا كفر الشيخ مليئه جدا بالحالات المرضيه، وان احنا كمحافظه اعلى محافظه من حيث الكبد الوبائي، بؤره في العالم على مستوى العالم، اعلى بؤره في المستوى العام من حيث الكبد الوبائي والفشل الكلوي. فاحنا عاوزين مجهودا مشكورا من جميع فروع الرساله الكبيره، وعلى راسهم اخواتنا في رساله اسكندريه احمد ابراهيم ورفاقه. شرفونا ونورونا في كفر الشيخ على ضفاف النيل، فده شرف كل الشرف ان احنا نكونوا يكونوا معانا واحنا نكونوا معاهم وبنتعلم منهم والله لله عز وجل. وهي رساله فعلا، هي دي اكبر رساله، ان احنا نكون بصمه امل، بصمه حياه وعطاء للناس المحتاجين. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. شكرا. شكرا جدا استاذ محمد. معانا احمد طارق، ليدر فريق القافله الطبيه ومسؤول القافله النهارده. والله حضرتك يعني نشكر اخواننا بتوع كفر الشيخ اللي ساعدونا النهارده في القافله، بجد عملوا معانا مجهود كبير جدا يعني، وفي التنظيم وكده، ومفيش اي مشاكل بتحصل يعني كالعاده. وان شاء الله يعني القافله تنجح، وعدد حالات الكشف يبقى يعني
يبقى اكتر من كل قافله ان شاء الله، علشان نخدم اكبر عدد من الناس وربنا يكرمنا ان شاء الله. متطوع قبل ما اكون سكرتير الجمعيه. والاول احنا بنشكر فرع اسكندريه والقوافل الطبيه في فرع اسكندريه على المجهود اللي عاملينه النهارده معانا، وان هم ان شاء دايما والله بيمدونا بالحاجه اللي احنا ناقصين فيها. وزي ما عرفنا ان ده دايما دورنا في رساله كلها، ان بالمثل الشعبي الفاضي بيكب على المليان. واحنا دايما بنشكركم، وبصراحه انا مش عارف اقول ايه على اليوم الجميل اللي قضيتوه معانا، والف شكر على الوقت الجميل وعلى المجهود الوافر اللي قضوه معانا، وشكرا. معنا باشمهندس طلال رئيس مجلس اداره رساله فرع دسوق، وهو بفضل الله يعني انا كان المره اللي فاتت كان استكشاف، يعني كان هو اتكلمنا شويه ان هو اللي بدا جمعيه رساله في دسوق هنا، هو اللي بدا وزرع البذره، والحمد لله البذره يعني كبرت، ومن اكبر فروع رساله اللي هي المحافظات يعني فرع دسوق، وهم حتى ليهم مكتبين، مكتب في كفر الشيخ نفسها وتقريبا مكتب في فوق، صح كده يا فندم؟ هو عرفنا اكتر باشمهندس طلال. السلام عليكم. اولا معكم المهندس طلال ابو حليمه رئيس جمعيه رساله فرع دسوق، وطبعا بنشكر ولادنا وحبايبنا في فرع رساله اسكندريه اللي جم شرفونا هنا في بلدنا. طبعا جابوا قافله طبيه من كل التخصصات كلها تخدم جميع انحاء المحافظه كلها بالكامل، والحمد لله غطت جميع التخصصات، ونحمد الله. فنشكرهم جميعا على المجهود الكبير اللي هم قاموا بيه، ونحمد والحمد لله ان فرع جمعيه رساله على مستوى الجمهوريه اصبحنا دلوقتي تقريبا 74 فرع، 54 فرع. وطبعا دي امنيه من الدكتور شريف عبد العظيم انه يتمنى ان شاء الله باذن الله في كل قريه يكون فيها فرع رساله، واحنا برسالتنا عاملين مندوبين لكل في كل جميع القرى لرساله ان شاء الله، والحمد لله غطينا جميع القرى. وكان اخر حاجه الحمد لله ربنا اكرمنا بيها وقمنا بيها، وصلنا 36 وصلة ميه في قريه من قرى كفر الشيخ، بلد ما كانش فيها اي نوع من الميه خالص، وكانوا سعداء جدا والناس كانوا فرحانه كلهم بالكامل. وفرع دسوق الحمد لله عملنا دلوقتي فريق شباب رساله في كفر الشيخ، وفريق شباب رساله في سيدي سالم، وفريق شباب رساله في فوة ومطوبس، وجاري ان شاء الله في جميع فروع المحافظه ان شاء الله بنغطيها. فنشكر الاخوه اخواتنا وابنائنا فرع اسكندريه، ورئيس القوافل الاستاذ احمد الاستاذ احمد الله يبارك فيه يعني، وكلهم طبعا نفس هم دول ولادنا بتوع رساله كلهم بالكامل، فشكرا لهم يعني. شكرا.